انشقاقات داخل بيت المنتخب المغربي، والقلق يتسلل بهدوء. الأجواء داخل معسكر المنتخب المغربي لا تبدو على ما يرام بعد المواجهة الأخيرة، فحسب مصادر قريبة من المجموعة ظهرت خلافات داخلية غير معتادة هزت أجواء غرفة الملابس وكسرت حالة الانسجام التي اعتاد عليها الجمهور. براهيم دياز وبعد نهاية المباراة بادر بالاعتذار أمام زملائه والطاقم الفني في محاولة لتجاوز ما حدث، لكن ردة الفعل لم تكن كما كان متوقعا. المفاجأة أن أشرف حكيمي كان اللاعب الوحيد الذي أبدى دعمه وتعاطفه مع دياز، بينما ساد الصمت باقي العناصر دون أي إشارة تضامن أو تواصل يذكر، وهو ما زاد من علامات الاستفهام داخل المعسكر. الأمر لم يتوقف هنا، إذ نشر الحارس ياسين بونو رسالة غامضة تحدث فيها عن الأنانية، وهي كلمات اشعلت الجدل وفتحت باب التأويلات. هل كانت الرسالة موجهة لإبراهيم دياز؟ وهل تعكس هذه الكلمات حالة من التوتر الداخلي ومحاولة كل طرف فرض نفسه داخل المجموعة؟ وإذا كانت كل هذه الإشارات صحيحة، فإن المنتخب المغربي قد يكون أمام أزمة حقيقية في توقيت حساس، خاصة قبل الدخول فيتربص كأس العالم، حيث يكون الانسجام أهم من أي شيء آخر.